السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين أم جليل. اليوم حبيت نشارك معاكم اليوم الرابع من عيد الأضحى أطباقي تاع الغداء لذيذة وبسيطة بمكونات متوفرة في كل بيت. حضرنا اللحم شاهي في الكوكوط معسل مع لابيغي وسلطة الحميس وسلطة البيتغاف التي أضافت لمسة في اللون والمذاق الرائع. إذا عجبتكم أطباقي تاع نهار اليوم تابعوا الفيديو للنهاية، ولا تنسوا الدعم القناة بالإعجاب والاشتراك والبختاج حتى تعم الفائدة للجميع. قبل ما نبدأ نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا كما راكم تشوفوا درت زوج كيلات تاع سميد وزوج كيلات فرينة. عندنا مغرفة تاع الملح، مغرفة تاع خميرة الخبز، وعندنا مغرفة صغيرة أو نص مغرفة تاع سكر، مغرفة تاع السانوج، مغرفة تاع حبة الحلاوة، مغرفة تاع زريعة البسباس. هادو يعطونا بنة في الخبز تاعنا، وحوالي 2 مغارف تاع الزيت. انا راح نعجن هذا الخبز في البيتخان، وهنا كما كنتوا تشوفوا درت الماء دافي باش نشمخ العجين تاعي. انا راح نعجنه في البيتخان، وانتوما لا تقدروا تعجنوا بيديكم، معليش عجنوا اللي ما عندهاش البيتخان. انا الله غالب يدي مفعوصه ما نقدرش نعرك، الوغ كما عودتكم توجور نحب نديرو في البيتخان. وانتوما الا تقدروا تعجنوا عركوه مليح. هذه هي هنايا راهو يتعرك. صدقوني هذا الاطباق تاع اليوم ولا غير شوفوا قد ما بساطه قد ما البنه ما شاء الله. هنا بعد ما تعركنا العجين تاعنا نشمخو يدنا بشويه زيت ولا بشويه ماء، ونبقاو نخبطو فيه هك باش ندخلوا له الهواء. فوالا نبقاو نخبطو فيه هكا حتى هاد العمليه نديروها 2 مرات 3. هنايا دوكا نغطيه ونخليه يخمر، نديرو بابي فين ونزيدو نغطوه بسريبته باش ما يدخلوش الهواء ونخلوه يخمر. فوالا ولا غير فريمون هاد النهار هاد الاطباق تاع اليوم يعني عباره عن افكار تاني. باغ اكزومبل يجوكم ضياف ولا تحبوا ديروا لوليداتكم، يعني ميم التقديم تاعو كي بحال تاع ريستورون، كي بحال راكو تاكلوا برا. الواحد مره على مره يبدل، مره يديروا حاجه تاع الحاجه اللي طيب في لاصوص، ومرات نديروا حاجات هكا ناشفين نكلخوا لولادنا باش ياكلوا بيان سور. هنا كيما شفتوا نزيد بعد ما خمر نزيدو نخبطو هكا، قلت لكم حاول نديروها 2 مرات 3 باش ندخلوا الهواء لهذاك العجين ويجينا خفيف ويجينا فريمون يجي ما شاء الله. فوالا دوكا هنا بعد ما خمر نجيبو سريبتا نقرصوه فوقها. فوالا نديروه باش اونتر طون راني دايره الطاجين باش نبدا نطيب، باسكو غير نحطوهم في السريبتا ونخبزوهم تم ديريكتومون نبداو نطيبو، باسكو ديجا راه خامر العجين ما تخلوهش يطول. فوالا كيما راكم تشوفوا هو ديجا راه خامر. كما قلت لكم نكلخوا لولادنا، لازم نديرو افكار تاع اللي من الاحسن ياكلوا الحوايج اللي ياكلوهم برا. جو بريفير ياكلوهم في الدار خير، نديروهم لهم في الدار ياكلوهم ماكله نقيه، وزيد هاكي عارفه واش راكي طيبي وراكي عارفه واش راكي ديري، هكا ولادك ما يمرضولكش خير من اللي يروحوا ياكلوا الماكله برا. وتاني نقص المصاريف، نقص كي تاكليها في الدار، كي تخدميها في الدار ما تستقابلكش ما تخدميها برا. هي خطرة على خطرة، الواحد معليش يكون عيان يكون يتشهى تاع الماكله تاع برا، بصح جو بريفير تاع الدار خير. في الدار راكي عارفه كيفاش خدمتيها. فوالا كيما راكم تشوفوا احبائي دوكا نحط نواسي الخبز تاعي هكذا نخبزو خبيزات،
وهنا ما كله نخلوه يخمر. هنا بعد ما خبزناه هكا خبيزات نقرصوه بيدنا هكا ونبداو نطيبو فيه ديريكتومون، ما نخلوهش يزيد يخمر باسكو ديجا راهو خامر، تم يعاود يطلع. ودوكا نروحو للطاجين نبداو نطيبو فيه. هنا بعد ما درت الخبزه تاعي طيب، شوفوا كيفاش بدات تخرج في النبابل. هنا تعرفوا بلي الخبز تاعنا ناجح، وكي تحليه لداخل يخرج خفيف ما شاء الله. فوالا كيما كنت تشوفوها وليكم في الطاجين كيفاش يجي خفيف ويجي فارغ من الداخل، يجي خبز وعليه الكلام. كاين مبتدئات ما يعرفوش يطيبونا، كاين بالك اللي طيبوا خير مني، بصح معليش رانا نعطوا افكار ونعلموا وليداتنا. هنا دوكا نروحوا بعد ما طيبنا الخبز تاعنا نروحوا دوك المرحله الثانيه، الطبق الثاني هو لي كوتليت في الكوكوت. هنا لي كوتليت سواء اللي ما عندهاش كوكوت ميني تقدر دير في كاش مقله ولا طنجره ثقيله، تكون ثقيله هكا باش ما يتحرق لهاش. عندنا هنا مغرفه تاع مارغارين، حوالي 2 مغارف حتى 3 تاع الزيت، ونحطوا لي كوتليت تاوعنا ونخلوهم يتقلاو مليح في هذيك الزيت على نار عاليه. هنا ديروا النار عاليه حتى تشوفوهم تقلاو مليح اللون تاعهم تبدل خطره على خطره. نحركوهم بالكوكوت. فوالا خطره على خطره نحركوهم بالكوكوت كيما راكم تشوفوا باش هكا يتحمروا كاملين. هنا بعد ما بدات تدخلهم الطياب وتبدل اللون تاعهم، شوفوا كيفاش تبدل اللون تاعهم وبدا يدخلهم هذاك الطياب. هنا نديروا لهم الملح، نبداو نملحوا فيهم. فوالا نديروا لهم الملح ونحركوا باش يدخل لهم مليح كيما تعرفوا اللحم يحب الملح، كي كان ديروه مسوس يجيكم صامت. ونديروا شويه تاع فلفل اسود، هذا ما فيه تتبيله، غير الملح وفلفل اسود. نبدلوا شويه ماشي دايما غير نطيبوا غير بليزيبيس هذا اللحم غير بفلفل اسود مع الملح، هذا ما كان ويجي واحد البنه فيه ما شاء الله، يجيك بحال مشوي وهو في الكوكوت. وهنايا دوكا نقصوا للنار ونغلقوا الكوكوت تاعنا ونبقاو كل نص ساعه نطلعوا عليها، نديروا النار نقصوها للاخر ونخلوه يطيب على نار قليله، ومن بعد مره على مره نطلعوا عليه. دوكا بعد ما درنا اللحم تاعنا راه يطيب، نروحو نشوو شويه فلفل باش نديرو الحميص. دوك تشوفوا الحميص واحد الطريقه ما شاء الله، ويجي بنين بنين بنين، صدقوني البنه تاعو ما تشبعوها. هنا بعد ما شويت الفلفل شويت طوماطيش وشويت توم، هنايا كلش مشويين هامليكم، ودرتهم في الساشي باش يدبالو. دوكا نبدا نقي فيه، وكي تنقوه ما ديرولوش ماذا بكم ما تغسلوهش بالماء، نقوه شمخوا برك يدكم بالماء وحاولوا تنقوه باش ما تقيسوهش هو كاع بالماء، باش تبقى فيه الريحه هذيك تاع الشويان. فوالا نبقاو نقو كاع يتك هذاك الفلفل تاعنا والطوماطيش والثوم. واحد ديفوا غير حاجات ديفوا تكون عندك غير هكذا حبه تاع فلفله مع طوماطيش منها وانتم درتو طبق مميز مليح.
بأبسط الأشياء. وقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جوزتوا العيد، كيفاش كانت لمة العائلة، كيفاش العيد على بالكم يحب اللمة ويحب الغاشي. ان شاء الله كما قال كل عام وانتم ان شاء الله بخير ومهنيين ومرتاحين ان شاء الله يا رب. دوكا هنا بعد ما نقيت الفلفل تاعي والثوم والطماطيش نروح نديرهم في الاشواغ، نرحيهم غير شويه، ماشي نرحوهم حتى يولوما، ناشيوهم غير بشوي. شوفوا نابي على الاشواغ ونحبس، نابي ونحبس حتى نشوف باللي ترحاولي غير شويه. نديروا لهم الملح ونديروا شويه زيت والخل. هنا من الاحسن اللي عنده زيت زيتون، هذه السلطه تحب زيت زيتون، انا للاسف ما عنديش، خلصت لي. الوغ درت الزيت بصح هكا كوميم جات بنينه، جات ما شاء الله. واللي عنده زيت زيتون من الاحسن. فوالا شوفوا كيفاش رحيته، ما ترحوش حتى يولي ما تابيي وتحبسي، تابيي تحبسي حتى تشوفيه ترحالك. هذه هي. دوكا هنا نحينا الحميس من الطريق، نزيدو نروحو دوكا لابيغي. هنا قطعت البطاطا، انا لابيغي تاعي نحب ندير لها الثوم، صدقوني ديروا لها الثوم وما تندموش عليها، والله ما تندموا. واحد البنه تجي فيها ما تشبعوهاش لا فيغيتي. فوالا هنا عندي البطاطا قطعت لها الثوم وندير لها الماء والملح ونديرها تغلي. فوالا عندي مغرفه تاع الملح، هاي لكم الملح على حسب لا كونتيتي. ونديروها هنا بعد ما طابت لي راح ندير مغرفه تاع مارغارين وندير لها الفرomاج. عندي هنايا وحده بورسيون وكملت لها فرomاج الاخر، ونديروا لها حوالي كاس حليب ونرحيها هنايا بالباتور. هذه تاني استيس هنا تجيكم روعه، تجيكم هذيك لا بيغي ما شاء الله. كي تروحوها بالباتور تجيكم سهله او ميم طون كي بحال وتجي خفيفه كي بحال تطلع. فوالا كيما راكم تشوفوا. دوكا نروحوا للبيطغاف تاعنا. هنا البيطغاف بعد ما غليته راح نديرو تاني في الاشواغ وندير معاه سنينات تاع الثوم، شويه معدنوس. وهنا ما تكتروش الثوم، ديروا غير سنه، تعرفوا كما تعرفوا البيطغاف يحب الثوم. فوالا ونديروا تاني الزيت والملح والخل. هنايا تاني اللي عندها زيت زيتون من الاحسن ديروا لها زيت زيتون، انا قلت لكم ما عنديش ما درت زيت عادي. فوالا والخل ولا القارص، هنا اللي حبت دير القارص تاني مليح. صدقوني هاد البيطغاف كيفاش يجيب بنه، واللي تاني عندها فخوماج ريجيم ولا تقدر تخلط معاه. وهذو هما الاطباق تاعنا تاع نهار اليوم. حبيباتي ان شاء الله يعجبوكم. شوفوا كيما راكم تشوفوا اللحم كيفاش طاب ما شاء الله. وسقيت لهم دريسيت لهم هكايا هاد لي بلا، درت شويه لا بيوري ودرت لهم لاصوص. شوفوا لاصوص اللي طلقها لي هذاك اللحم وشويه حميس والصلاة على النبي. تقدروا هنا ديروا بطاطا مقليه، تقدروا ديروا مونشتو صوتي، تقدروا ديروا واش تحبوا. فوالا هذا هما الطبق تاع نهار اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم والسلام.